بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد على القناة. فيديو اليوم السبت بتاريخ 21/12/2024. إن شاء الله معانا الأسعار اليومية على القناة، أسعار الرز الشعير والرز الأبيض ومخلفات الرز. حابب تشترك في القناة بتشترك من تحت الفيديو، بتلاقي كلمة اشتراك بتضغط عليها وبتفعل الجرس، بكده يوصلك إشعار وقت تحميل الفيديو. هنبدأ إن شاء الله بأسعار الرز. بالنسبة لأسعار الرز الأبيض اليوم: أبيض عريض على جودة، زيت وبخار وسوليتكس. بضايع العالية بيتراوح سعر الطن من أرض المضرب من 26,800 إلى 27,000 للطن، وقد تزيد البضاعة أو تقل على حسب نسب الكسر وعلى حسب الجودة وحسب خدمة المضرب. ده طبيعي في الرز الأبيض. الأسعار بتقل كلما زادت نسبة الكسر، وبتزيد كلما قلت نسبة الكسر وخدمة المضرب. بالنسبة لأسعار الرز الأبيض الرفيع على جودة زيت وبخار وسوليتكس، يتراوح سعر الطن من 24,400 إلى 24,600 للطن من أرض المضرب، وقد تزيد البضاعة أو تقل على حسب نسب الكسر وعلى حسب الجودة. نسب الكسر كلما زادت بتقل السعر. بالنسبة لسوق الرز الشعير، استمرار طبعا ارتفاع السوق نتيجة قلة العرض. زي ما قلنا في فيديو يوم الخميس، في طلب مستمر على الرز، والعرض اللي بيتحكم في الأسعار في السوق حاليا. العرض قليل يبقى الأسعار هتزيد، وبرضو العرض لسه قليل لحد دلوقتي، لحد تاريخ الفيديو ده العرض قليل جدا في السوق والطلب موجود، فطبيعي لازم الأسعار ترفع. وهنا طبعا في كلام نقوله لحضراتكم. في الملاحظ طبعا في الفترة دي ان في بعض التجار او واصحاب المضارب، بعض اصحاب المضارب وبعض الناس المحسوبة على التجار بتحاول تقلل او تحاول ان هي تكتب كلام مضلل للسوق. فاولا الرد عليهم: السوق اكبر من الكل، اكبر من اي حد في السوق، والعرض والطلب اللي بيتحكم في السوق. في طلب ومفيش عرض يبقى كده كده السوق هيرفع، سواء وقفت استلام او سواء كتبت اي كلام على النت ملوش دعوة ولا له علاقة بالسوق. السوق كله عرض وطلب زي ما قلت لحضراتكم. في برضه ناس بتسأل، يعني الناس بتتكلم وبتكتب كده من مصلحتها ايه؟ اولا مفيش مضارب مصلحته ان السوق يبقى وحش، المضرب مصلحته ان السوق يبقى كويس. والتاجر الشعير هكذا برضه من مصلحته ان السوق يبقى كويس ويعرف يبيع ويجيب فلوس ويعرف يشتري ويشتغل. والفلاح او المخزن كمان برضه عايزين السوق يبقى كويس. فالمنظومة حتى تجار الابيض برضه عايزين السوق يبقى كويس وفي بيع وشراء، حتى لو هامش الربح مش كبير بس هيبيع ويكسب ويشتري. فكل المنظومة كلها من مصلحتها ان السوق يبقى كويس. طيب في ناس بتقول لك لا، السوق وحش والكلام ده كله. ده طبعا قلة صغيرة، وده بيبقى لهم أهدافهم الشخصية. لا إما بقى ما عندوش شغل، أو مش عارف يشتغل، أو مش عارف يشتغل بالأسعار اللي موجودة. فكل ده طبعا الناس تبقى فاهماه وعارفاه. أما بالنسبة للأسعار حاليا فهي يعتبر ما زادتش كتير عن أسعار الموسم. يعني أسعار الموسم في وصل الرز الرفيع وصل ل15,500، وفي ناس خزنت بالكلام ده وفي ناس باعت بالكلام ده. فهو السوق ما زادش كتير عن ايام الموسم عشان يحصل فيه طبعا الكلام اللي بيحصل ده كله. وفي الاخر رسالتي الاخيرة: الكذب والخداع هيكسبك بيعة بس مش هيكسبك سوق. خليك صادق مع الناس واكشف السوق للناس عشان تكسب سوق بعد كده، مش هتكسب بيعة واحدة وهتقف. ده اللي اقدر اتكلم واوصله للناس. بالنسبة لأسعار الشعير زي ما قلت مفيش عرض. أسعار الشعير العريض وصل للمضرب اليوم بيتراوح سعر الطن من 17,200 إلى 17,400. التصافي العالية في الرز الشعير العريض. والرز الشعير الرفيع وصل للمضرب بيتراوح سعره من 16
من 15,800 إلى 16,000، والأغلب حاليا في السوق 16,000. بس احنا بنحب نوضح لحضراتكم الأسعار بتبتدي من ايه وبتخلص لايه. ومفيش عرض برضو في رز الشعير سواء عريض أو رفيع. ده بالنسبة للأسعار، أسعار التحميل والتنفيذ على أرض دلوقتي. الشعير الرفيع في تنفيذ لحد 15,600 على أرض، والشعير العريض في تنفيذ ل17,000 للطن على أرض. ممكن الأسعار تزيد في مكان عن كده أو تقل عن كده حسب العرض اللي موجود وحسب النولون وحسب طبعا طريقة السداد كاش أو آجل. بالنسبة لأسعار المخلفات، سرس مطحون بيتراوح السعر من 1200 ل 1300 للطن. سعر الكسر الناعم بيتراوح من 13 إلى 13,200 للطن، وسعر الجونة بيتراوح من 12 إلى 12,200 للطن من أرض المضرب. ده بالنسبة لسوق الرز اليوم. بالنسبة لأسعار القطن، سوق القطن المزاد إن شاء الله بكرة، والمزاد اللي بكرة ده عشان الناس تبقى فاهمة، في رسالة كانت اتحملت وراحت المحالك، وهم بلغوا الناس إن الرسالة دي بسعر الضمان 12,000. يوم الحد اللي فات اتعمل على 165 إمتار تقريبا، منهم مزاد للشركات ب10,000. بكرة إن شاء الله استكمال الرسالة اللي اتحملت وراحت للمحالك. أما اللي لسه موجود ومفروز وموزون الوقت حاليا في المجمعات، فده لسه ما اتعملش على مزاد. وفي الأول وفي الآخر الكلام بيتقال إن في سعر الضمان هيتطبق، ودي مزادات للشركات. لسه ما نقدرش نحكم ونقول إلا لما الناس تقبض، لما الناس تقبض وتعرف هي حاسبت على كام. إنما حاليا ده الكلام اللي بيتقال حاليا في سوق القطن. سوق القطن حاليا خارج المجمعات، قطن جيزة 94 تراوح سعره من 8500 ل 8800 حسب العرض والطلب وحسب المكان. بالنسبة لأسعار الفول البلدي، الناس طلبتنا بأسعار الفول البلدي. الفول البلدي الرفيع تلاجات، بضاعة العالية، أعلى بضاعة فيها 6000 للأرداب، وزن الأرداب ب155 كيلو خام من التلاجات. 6000 دي لأعلى بضاعة موجودة في التلاجات حاليا. ده بالنسبة لأسعار الفول البلدي. بالنسبة لأسعار الذرة المستورد في ثبات في السعر لحين طبعا البورصة لما تطلع الأسعار آخر اليوم هنبقى نعرفها لحضراتكم في فيديو بكرة إن شاء الله مع أسعار الذرة البلدي. وده كان كل حاجة معانا في الفيديو النهاردة. إن شاء الله بكرة نعمل فيديو بالجديد. أشوف حضراتكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.